مؤثرة في الجزائر أميرة رجال عبالي بلي كاينه بنات لهنا كاين اللي يعرف امرأة عورة اللي منتشرة بزاف الايام هادو ودار ضجة كبيرة. اولتها انايا وانتوما انسان، وكوننا انسان لدينا عورة، وما هي العورة؟ هي جزء من الجسد يجب تغطيتها عند الرجل وعند المرأة، هذا هو تعريفها في ديننا الاسلام، فهي ليست وصف نتصف به. بالنسبة لبداو الترند هذا ويفيلميو رواحهم شبه عاريات ويديروا حركات دون وصفها، هم هدفهم الوحيد محاربة الإسلام. وبالنسبة للنساء المسلمات اللي تبعوا الترند هذا وعينيهم مغمضين هكاك برك، الترند هذا عنده هدف مخفي وليس مجرد معارضة لوصف. أصلا الهدف المخفي هذا واضح جدا الوضوح، وهو نشر بروباغندا الكره والنفور الدين تاعنا. المرأة عورة، المرأة عورة، إذا خرجت من بيتها فهي عورة، استشرفها الشيطان وزينها الشيطان، فإذا زينها الشيطان كان الزنا بها، وكان اختطافها، وكان اغتصابها، وكان اللعب بعرضها، فإذا انتشر الزنا فالدمار الدمار. ايوي تخيل خويا اختي انه ترند جزائري ترند يستهزأ بحديث تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، الله اعلم مو حديث صحيح، داروه ترند يا خوتي المرأة عورة. ايوي خوتي بالك ما كاش اللي ما جاتش عليه هذا ترند هذو نهارات، التيك توك كامل به، صفحات الفيسبوك يحكيوا عليه، قال لك اهانه للدين، وحاجه باينه اهانه اكبر اهانه خوتي خيتي للدين تاعنا. المشكل انه البنات هذو اللي يديروا في الترند هذا كامل متحجبات، ماشي متحجبات، تصيبها دايره الخمار ودايره الترند هذا كنت تمسخر به خوتي، وماشي اي ترند. راني نقول لك حديث داروه ترند ودمجوه مع غنيه، خويا صدقني غير توحد الاله. مع مرة انا عايشين مانيش عارف، الله اعلم هذو مسلمين كفار لا دينيين، مانيش عارف النوع هذا تاع الناس هذو، مانيش فاهمهم. خلاص انا بديت نخاف كاش خاص يضربنا، والله يا خوتي غير بديت نخاف. ثاني مشكل واحد اخر، الترند هذا شاركت فيه اكبر مؤثره في الجزائر اميره رجال عبالي بلي كاينه بنات لهنا كاين اللي يعرف، كاينه ديك الانسانه تعرفوها خوتي، لا حول ولا قوه الا بالله. انا ما رانيش مامن واش راني نشوف، ندير لكم الفيديو تاع اميره ريا من بعد كندير لكم الترند هذا كيف راه منتشر خوتي، عنده مامبا نهار راه منتشر بقوه. المرأة عورة، إذا خرجت من بيتها فهي عورة. ايوي خوتي المرأة المسلمة، المرأة الجزائرية، المرأة اللي تخاف ربي، هذه هي. ما فهمتش الدور هذاك تاع الاخر اللي كيديرته فوق راسك، انا والله ما راني فاهم، يعتبر خمار، يعتبر ديمي خمار، الله اعلم واش راكي حاسباتيه. اميره ريان يتبعوك بزاف ناس، يتبعوك بزاف، عبالكم في التيك توك باك عندها مليون و600 مليون فهمتي باللي يتبعوك نساء مسلمين والمسلمات. انا دوك على بالي باللي راح يجوا كاين ناس يقول لك من حقها تنشر واش حبت وكذا، وماهيش غالطه ومانيش عارف على نحت الفيديو. وتاع المرأة عورة هذا حديث يا خوتي، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وحديث صحيح رواه الترمذي، يعني حديث صحيح. المعنى منها في الحديث أنه الرسول عليه الصلاة والسلام كما على بالكم لا ينطق عن الهوى، ما هوش يستصغر بالمرأة نهائيا جامي، بالعكس عاطيلها أكبر قيمة، أوصيكم بالنساء. المعنى من هذا الحديث أنه المرأة تحتاج ستر وصيانة، علماء الدين فسروها هكا، أنه المرأة تحتاج إلى ستر وصيانه، وما راهيش حاجه سيئه ولا ناقصه كي تقول لها هكا. اكتبها في جوجل تخرج لك كيما راني قلت لك، اكتبها في شات جي بي تي تخرج لك كيما راني قلت لك. مع انه انا انصح ما تستخدمش شات جي بي تي في الامور تاع الدين. العلماء يقول لك ان جسد المراه يحتاج سترا وصيانه لان الله اكرمها، ويقول لك ماهوش معناه ان المراه ناقصه سواء في جسدها ولا في كاش حاجه اخرى، يقول لك المقصود منها حمايه المراه وليس التقليل منها. الحديث هذا يستهزئوا به بزاف هذو النهارات، يستهزئوا يا خوتي خياتي بهذا الحديث. المرأة عورة، المرأة عورة، إذا خرجت من بيتها فهي عورة، استشرفها الشيطان وزينها الشيطان، فإذا زينها الشيطان كان الزنا بها، وكان اختطافها، وكان اغتصابها، وكان اللعب بعرضها، فإذا انتشر الزنا فالدمار الدمار على الفرد. المهم خاطي خياتي واش راح نقول لكم، وصلنا الله هذا الفيديو، شارك علق على حساب الفيديو اللي راك شفتو، خليت شو الفيديو ينتشر باش هكا نتهنيو شويه فضلات، قمامه يا صاحبي، قمامه كبيره رانا عايشين معها. المهم خاطي خياتي بارك الله فيكم اللي قاعد الدقيقه هذه، يعطيك الصحه انت العزيز، انتم خوتي ولا انتم خوتي. اللايك سبسكرايب اذا ما كنتش مشترك معنا، وخلي لي خويا اختي كومونتير كل هذا. السلام عليكم.